اثبت مكانك يا لطفي ان انا اروح اشقطها. لبست في الحيطه حلو، ولا ان احنا والنبي يا زميلي دخلني قدامك. لبس سواق واحده حلوه، ادي اشاره وابدا اركن على حته في جنب. يا صباح الورد والفل والهنا وكل الحاجات الجميله على عيونكم يا حلوين. بقالنا كتير ما قعدناش رغينا مع بعض كده ولا جاوبت على الاسئله بتاعتكم. في الفيديو ده هنتكلم عن الحاجات اللي احنا ممكن نكون بنعملها يعني عادي بشكل طبيعي في مصر او في بلدنا. انا مش عارفه، يعني انا هتكلم عن مصر لانه انا من مصر، فعارفه الحاجات اللي احنا ممكن نعملها مش مقبوله هنا، وفي حاجات انا وقعت فيها هقول لكم ايه هي اللي انا وقعت فيها، وفي حاجات لا. بس هنتكلم اول فيديو عن الحاجات اللي هي في الشارع واحنا رايحين السوبر ماركت، الحاجات اللي هي الايه العاديه خالص. الشغل، الفاينانسز، الحاجات دي هنخش فيها في فيديوهات تانية ان شاء الله. الحاجة الاولى واللي انا وقعت شخصيا فيها اللي احنا ما ينفعش نعملها، هي انه احنا ما ينفعش تو كات لاينز، ما ينفعش نقف يعني يبقى الطابور واقف او حتى لو ما بيتحركش، حتى لو اللي قدامك ما يمشيش، ما ينفعش ان انت تيجي من بره كده وتقولي معلش ممكن اقف في الطابور، لانه كل الصف لازم تستأذني الصف كله. كنت اول ما جيت ساعات بيعملوا مثلا الكاشير بينه وبين اول لاين مسافه كبيره، فانا يعني ما خدتش بالي. كان مطعم وكنا رايحين نجيب اكل في قلب مول، فكان في طابور طويل بس الطابور بادئ من حته بعيده عن الكاشير، فانا ما اعرفش ان الحته الفاضيه دي حته فاضيه مثلا بتاعت 6-7 اشخاص، يعني مسافه كبيره. فافتكرت انه اتس اوكي ان انا اروح، يعني مش عليه حد. فاول ما جيت اروح في الطابور لقيت الناس يعني اتضايقت جدا وقالت لي there is a line don't cut the line. قلت لهم I'm sorry I don't know، انا افتكرت ان انتوا يعني ان ما فيش لاين. قال لي لا اللاين ستارت هير، يعني اللاين بيبدا من هنا. كان في خط بس في الارض كده، فانا من بعيد جايه مش شايفه الخط لانه بالجنب وحواليه طوب كده، يعني حوالين الصف بحاله طوب. يعني ما كنتش لسه عارفه بقى، يعني لسه ما اعرفش. انا فاكره لو هم في لاين هيحطوا ساين هيعملوا حاجه يعني. المهم فما ينفعش ان احنا ايه بالفهلوه كده نخش نقف ونقطع الصف، ولا ان احنا والنبي يا زميلي دخلني قدامك. الحاجات اللي بتحصل والنبي معلش دخلني قدامك، لا ده مش هينفع الكلام ده. فدي اول حاجه ناخد بالنا منها. تاني حاجه، لو البوليس وقفك، اولا لو انت سايق لازم تقف. لو طلع البوليس وراك وشغل السرينه بتاعته لازم تقف. اذا مشيت يعني مش بتقفش في نص الشارع، ادي اشاره وابدا اركن على حته في جنب. اذا مشيت او طنشت او حاولت بقى تتفزلك وتهرب والحاجات دي كده هتبقى مشكلتك مشكله كبيره جدا. لما تقف ما تنزلش من العربيه، تخليك قاعد مكانك لحد ما البوليس هو بنفسه يجيلك. بس كل اللي بتعمله ان انت بتنزل الشباك بس وتفضل قاعد مكانك. ما تفكش الحزام لانه كده هيعتبرك ان انت ما كنتش لابس الحزام من اساسه. ما تمسكش تليفون، ما تعملش اي حاجه، مكانك واستنى لحد ما يجيلك. هو لما يجيلك بقى ده لو انت يعني كنت سايق بسرعه هيقول لك وريني الدرايفر لايسنس، الحاجات اللي يطلبها منك ابدا طلعها واحده واحده. واياكو تفك الحزام وتفتح الباب وتنزل عشان انت يعني كده انت عايز تشوف في ايه. لا هم كده بياخدوها ان انت جاهز تو اتاك، جاهز تهجم عليهم، فممكن يعني يكون رد الفعل حاجه ما تعجبكش. فما تعملش خطوه، عارف، اثبت مكانك يا لطفي، مكانك، ما تعملش اي حاجه لحد ما هم يقولك تعمل ايه. وكذلك طبعا لو البوليس قالك جه عشان يكلمك او حاجه، مكانك ما تتحركش، حركه ايدك تبقى بحساب. الحاجه رقم 3 هي لو معانا بيبي من سن بقى من بيبي لحد مثلا 12 سنه، ده بيختلف من ولايه لولايه، بس يعني الافريج لحد 12 سنه. وخلينا نقول احنا ركننا في الباركينج والباركينج خطوه والسوبر ماركت قدامنا خطوه، وهنروح بسرعه نجيب الحاجات من السوبر ماركت ونرجع تاني. ما ينفعش نسيب الطفل في العربيه خالص 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 خالص، وهو بيبي انسي ان انت تسيبيه في العربيه، دي هتبقى مشكله كبيره جدا. حتى لو انت فاتحه الشباك ما ينفعش. نيجي بقى اللي هم ايه من سن مثلا 6 بيعرفوا يتكلموا واعيين كويس، من 6 لكده، لو هتسيبيه في العربيه لازم تسيبي له العربيه انلوك والشبابيك مفتوحه. ما تسيبيش المفاتيح في العربيه، بس بتسيبي الشبابيك في مفتوحه، عشان هم لو انت قافله عليه في اطفال كتير على فكره بتتخنق وبتموت بحوادث زي كده، بالذات لو الجو حر قوي او برد قوي. فمش مسموح. احسن خدي ابنك ولا بنتك معاكي في السيف سايد وادخلي بيهم، اوعي تسيبيهم في العربيه لوحدهم. اي حد هيشوف المنظر ده
هيقوم متصل بالبوليس. وهنا ما شاء الله يعني بيحبوا يعملوا خير جدا زيادة عن اللزوم، يعني أي مصيبة ما شاء الله جري، فهيتصلوا بالبوليس وهتبقوا في مشكلة كبيرة. رقم 4 دونت ستير، ما نقعدش نبحلق في اللي قدامنا. ما ينفعش ان انت مثلا اي حاجة تلفتك تعجبك، سواء لبس، سواء واحدة حلوة، سواء مثلا حد بيعمل حاجة ما نبحلقش. ما ينفعش نقعد نبحلق. دي من الحاجات اللي هم حتى بيعلموها للأطفال في المدارس وهم صغيرين كده في كي جي 1 وكي جي 2، ولما يكبروا الكلام ده do not stare at people، بيعتبروها هنا حاجة very rude. رقم 5 don't point fingers. don't point يعني واحنا بنتكلم مع حد او لو عايزين نقول حاجة ما نشاورش. لا بنشاور على حد عشان نقول حاجة ونشاور، ده برضو من الحاجات اللي بيعتبروها very rude and you're not supposed to do it. وما ينفعش ان انا وانا مثلا بتكلم اشاور على حاجات عايزه اشتري دي الاك ده، بس تكون على حاجه، لكن على الاشخاص لا. ولا واحنا بنتكلم مثلا conversation ما ينفعش اعمل لحد كده، انت عملت كذا، انت عملتي. الحركه دي في حد ذاتها بالنسبه لهم دي حركه اجريسيف وفيري رود. ده هياخدنا للنقطه رقم 6 I think. النقطه السادسه وهي ما نتكلمش بايدين. النقطه السادسه وهي حافظ على حركه ايديك، وخاصه في لو في موقف خلاف. احنا عادة المصريين يعني الا من رحم ربي، مش كلهم طبعا، بس عادة يعني احنا بنحب نتكلم بايدينا، ازيك وعامل ايه، وايدينا رايحة وايدينا جاية والكلام ده. كمان في موقف اما يكون في موقف مثلا اجريسيف او في مشكلة او خناق، بتلاقي ناس بتستخدم ايديها، انت رحت وعملت كذا، انت يعني مش ان هما بيستخدموا ايديهم عشان يضربوا او لا سمح الله او يمدوا ايديهم، بس هما بنستخدم ايدينا. هنا بقى هتبقى في مشكلة كبيرة جدا، لانه هنا هيفتكروا ان انت عايز تهجم عليهم، عايز تمد ايدك. حتى لو انت في موقف ان انت ايدك ما تمدتش مثلا او ما وصلتلهمش، على طول بيفهموا ان انت مادام صوتك عالي والبادي لانجوج بتاعتك منفعله جدا وايديك بتشتغل، فمعناها ان انت في موقف ضعف. بيفهموا على طول ان انت الطرف الاضعف، او لو كانت حاجه هما متهمينك بيها كانك بتثبتها على نفسك. انتبهوا للنقطه دي جدا جدا، لانه ياما ناس، انا اعرف ناس اتحجزت في المطار، هما بس كانوا واخدينهم عشان اشتباه اسم او حاجه، ده حصل قدام عينيا، وحجزوهم يعني قالوا لهم هتقعدوا شويه، محتاجين يعني تفضلوا معانا ومحتاجين نشوف الباسبور بتاعكم كده. انا كنت بترجم، يعني كنت مترجمه يعني سالوا مين بيعرف يتكلم كويس عشان اترجم بين الاثنين، فانا كنت في الطابور فقلت لهم انا يعني ممكن اترجم. المهم الشخص ده مشكلته بقى هما بيتكلموا معاه وهو عايز اقول لكم صوته وانتوا ازاي هما مش كلهم فاهمين هو بيقول ايه، بس انا طبعا لازم اترجم اللي بيقوله بالظبط، بس انا بقيت اقوله في وسط الكلام يعني اهدى، هدي نفسك، انت كده يعني هتعمل مشكله. وفعلا بسبب ان هو اتعصب وازاي يوقفوني وازاي وانا ما عملتش حاجه غلط و اضطر ان هو يقعدوه مده اطول. يعني مثلا كانوا هيقعدوه مثلا لو قلنا ربع ساعة تلت ساعة يكشفوا على الباسبور بتاعه، كانت النتيجة ان هو كان لازم يقعد مدة اطول. قعد له 4 ساعات. انا طبعا مشيت، بس كنت معاهم على التليفون يعني عشان انا وانا مثل الفلايت التانية، فرحت واتأكدت ان الجيت تمام وكده وكنت معاهم على التليفون بترجم. بس قعدوه مدة أطول، قعدوه 4 ساعات، وفي الآخر كانوا بيسألوه أنت ليه كنت متعصب كده، وليه، ومعنى إن أنت متعصب والطريقة اللي أنت بتتكلم فيها دي إن أنت عامل حاجة غلط. هنا بيفهموها شوية إيه، إن أنت عندك استعداد إنك تكون عنيف، وهم مش عايزين حد عنيف خالص. النقطة اللي بعد كده نسيب بيرسونال سبيس، لازم نحافظ على سبيس بيننا وبين اللي قدامنا. يعني لو انا هتكلم يعني اسيب بيني وبينك ايه مسافة 2 كده ولا حاجة، ما ينفعش ان انا يعني ما ينفعش ان انا اقرب قوي من اللي انا بتكلم معاه ايا كان الموضوع. التقريب قوي دي الناس بتعتبرها violation of a personal space، يعني انتهاك حرمة المساحة الشخصية أو انتهاك المساحة الشخصية. فهم يعني ده مش حاجة بيبسطوا منها، وعشان ما تتفهمش غلط، لأن هي ممكن تتفهم على ناحية إنه هي
هراسمنت مثلا، سيكشوال هراسمنت. لو مثلا انت واقف قدام واحد هتقولك ده هيز تراينج تو، يعني اللي هو التحرش مثلا، هتقولك ده هو بيحاول يقرب عليا قوي، ده هو بيحاول يعمل ايه، فهتعمل لنفسك مشكله. لو انت في خلاف يبقى انت تو كلوز، يبقى انت بتهدده، فاهمين؟ وهكذا. يعني انا بديكم امثله كده خفيفه، لكن الامثله كتير مش عايزه اطول فيديو، فلازم ناخد بالنا كويس ونسيب مساحه، ما نجيش نقف نلزق في حد او نقرب فيه جامد، لانه ده على طول يعني هتلبس نفسك مشكله كبيره، او طبعا هتلبسي نفسك مشكله كبيره. الكلام رايح للناحيتين، فما تاخدوش على ناحيه واحده بعينها. يعني اقصد للبنات وللصبيان، الكلام للكل، everybody بينطبق عليه نفس الكلام. تعالوا بقى نخش للنقطه اللي بعد كده، وهي ما ندخنش في اماكن مش مسموح بيها للتدخين. ساعات احنا عندنا في بلادنا يعني ممكن نلاقي مكان مكتوب عليه ممنوع التدخين، وعادي تلاقي واحد بيدخن تحتي عادي. هنا هتدفع غرامه. هيقول لك انت، هيجي السكيورتي وهيقول لك انا مش قلت لك انت مش شايف اليافطه ان دي ممنوع التدخين ومش عارفه ايه، وبيبقوا راسمين الصوره عشان ما حدش يتحجج يقول ما بعرفش اقرا انجليزي او كده، وفي الاخر هتدفع غرامه محترمه. فاي مكان مسموح فيه التدخين، مش زي بلادنا في حتت ممكن يتجاوزوا عن الموضوع ده، لا هنا هتدفع غرامه، هتدفع غرامه. فلازم ناخد بالنا من الموضوع ده. عمرك او عمرك ابدا 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 ما تجيب حقك بايدك، بالذات لو كان فايلنس في العنف. وهنا انا مش بقصد تجيبه بايدك يعني ان انت اللي تسعى وتجيب حقك، لا، انا بقصد افرض واحد، لو واحد بدأ يقل ادبه عليك وزقك زقه، اول حاجه تعملها 911 على طول، كول 911. الحاله الوحيده اللي مسموحه انك تكون بتزقه وتبعده عنك عشان ما يأذكش يعني، او انك تكون بتتلافى الضربات بتاعته. بس حد مثلا يجي يديك بوكس ويكون ماشي، فانت عايز ترد البوكس مثلا، تقوم مديله بوكس تاني، خلاص بقيتوا انتوا الاتنين في مشكله كبيره، وغالبا انت المغترب. يعني في ناس بتيجي ضدك الا لو في شهود، ويعني هتبقى مشكله. فعلى طول الحالات اللي زي دي 911 على طول على طول. لكن انت حاول على قد ما تقدر نليمت الفيزيكال فايلنس ونعلمه لاولادنا، ده مهم جدا. كنت لسه شايفه واحده بتتكلم على حكايه الفيزيكال فايلنس، انه بنتها مصريه يعني كانت لذيذه، يعني فيديو وقعت عليه كده في الانستجرام، شكلهم لسه جايين قريب، يعني لسه جايين امريكا جديد، وبعدين قايله البنت بقى اللي يضربك اضربيه اللي. فطبعا المدرسه بعتوا لها ايه ده، هو في ايه؟ بعتوا لها واتكلموا معاها، وما ينفعش حتى لو ابنك او بنتك اتضرب لازم يعني بيروحوا يقولوا للمدرسه، المدرسه بتبعت للبيرنتس ويروحوا يقولوا لاهاليهم، واحنا الاهالي بنروح نتكلم مع البرنسبل او مع المدرسه او مع البيرنتس بتاعه الولد عن طريق المدرسه. ما نحتكش مع البيرنتس مباشر، يعني مثلا مش ابني حد ضربه فانا اقوم رايحه مكلمه البيرنت في المدرسه من بقى. يعني ممكن بقى لو البيرنت شويه مفرقعه معاه، ولا عارف ان انت مغترب او مش يعني مش امريكي الاصل، او هيقول لك بقى ده بيهددني، ده بيعمل لابني، ده بيهدد ابني، او ده جه كلمني وانا ده was not acceptable. لازم الحاجات دي تتم عن طريق المدرسه، ونعلم ولادنا انه اي حاجه لازم يروح للاثوريتي اللي موجوده، سواء تيتشر سواء البرنسبل whoever is in charge، اللي مسؤول هو ده اللي احنا بنروح نكلمه. الحاجه اللي بعد كده لما بنشوف اتوبيس المدرسه ويعمل الستوب ساين، بيبقى عنده ستوب ساين كده من الناحيتين بيطلعوا. اولا ما ينفعش اتفزلك وامشي بسرعه عشان اعدي اتوبيس المدرسه. يعني لو احنا في نفس اللين، في ناس تقوم خارجه كده على اللين التانية وتجري تعدي اتوبيس المدرسه، ده ممنوع. ولو صاحب اتوبيس المدرسه نفسه بلغ عنك، لبست في الحيطه حلو، هتدفع غرامه محترمه. الحاجه التانية لما اشوف عامل ستوب ساين بهدي وراه بمسافه ولازم اقف كومبليت ستوب. ساعات بيعمل لك الناحيه دي، الناحيه مثلا اليمين معناها اللي وراها يقف، وساعات بيعمل لك الناحيه الشمال معناها الناحيه التانية هتقف، لانه الطالب او التلميذ هيعدي الشارع، فكله لازم يقف. اخر حاجه هقولها في الفيديو ده، انه مش معنى ان الناس هنا بتلبس ميني جيب وبتلبس شورتات وبتلبس حاجات عريانه ان هم، انا اسفه في اللفظ يعني، ان هم عاهرات. هم مش كده على فكره خالص، هي بس ثقافه البلد بيلبسوا كده. فمش معنى ان هم لابسين عريان وبتاع ان انت عادي ممكن اعذروني في اللفظ، هقول اللفظ الدارج دلوقتي، ان انا اروح اشقطها.
او افتكر ان هي احط ايدي عليها يهرسها، يعني لا، ولا اقعد بقى اعكسها كتير بالكلام، ده مش صح، وغالبا هتطلب لك البوليس وهتبقى مشكلة. الناس هنا ده طريقة لبسهم، هم عاداتهم وتقاليدهم كده، فمش معناها ان هم يعني وحشين ولا عايزين فلينج اللي هي ليلة حمراء في السريع كده وخلاص، لا. حتى وانت سايق لما تلاقي حد زي كده، يعني ما تحاولش ان انت ايه الحاجات اللي الناس بتعملها في بلادنا دي، وتمشي بالعربية وتيت تيت وتزمر وتعاكس البوليس هيكون وراك في لحظة. هنا 911 البوليس في ثانية بيكون عندك، لانه في بوليس في كل حتة اوريدي. فاول ما هترفع السماعة كده وانت عمال تهيص ومش واخد بالك تكلم 911 هيكونوا فوق دماغك، وهتبقى المشكلة كبيرة. واعرف ناس اترحلت بسبب التصرف ده. كنت قلت لكم دي النقطة الأخيرة، رجعت في كلامي، خليني هزود حبة كمان. افتكرت حاجة تانية، وهي انه سؤال الأديان ده very offensive، يعني سؤال هيخلي اللي قدامك offended، يعني هيتاخد يعني مش اول ما تعرف واحد ازيك وعامل ايه ولا ازيك وعامل ايه، الا انت دينك ايه. الحالة الوحيدة اللي ممكن اعمل كده، وده بيكون بعد مرة واثنين وثلاثة، if I'm dating someone، لو انت حاطط نفسك على الديتنج اب او انت حاطه نفسك واتقابلتي مع واحد، وغالبا بيبقوا كاتبين الديانة، بس لو الديانة مش يعني مذكورة، يعني بعد مقابلة 2 3 بنبدأ بقى نقول هو انت عندك مشكلة في الديانة، انه يعني انت عندك مشكلة ان حد من ديانة من ديانة مختلفة او جنسية مختلفة. لكن سؤال الأديان ده من الحاجات اللي هي ايه بتبقى يعني very offensive وبنتجنبها. وده على فكرة هيجي في الفيديو بتاع الشغل، الحاجات اللي احنا المفروض ما نعملهاش، هنتكلم فيها عن النقطة دي وهنتكلم فيها باستفاضة. كمان في ناس ما بتحبش تتسأل هي من انهي بلد او جنسيتها الاصليه ايه. في ناس ما بتحبش السؤال ده خالص، يعني لا انت منين ولا الواحد لما يفيل comfortable بعد مرة 2 3 4 5، يعني ممكن لو لقيت المواضيع تطرقت للحكايه دي ممكن السؤال يبقى بالشياكه. يعني انا هنا طبعا مش بتكلم عن اهل البلد الاصلي لانك هتبقى عارف ان هم امريكان، بس بتكلم عن ناس بيبقى شكلها شويه مختلف، كأن فيها عرق مختلف من مكان تاني، فما ينفعش السؤال ده. الحاجه التانية ساعات ناس بتسأله برضو بشكل very rude، ان هم يقولوا ايه very rude هنا، يعني اسلوب وقح شويه، بيعتبروه هم وقح، النيه بتبقى كويسه بس هم بيفهموه غلط شويه. السؤال تاني اللي هو اللي بيبقى برضو مش ظريف، انا سامع اكسنت، يعني سامع لك لكنه في الكلام، هو انت منين؟ في فرق انه امريكي بيسال السؤال ده فعادي براحتك، ولو ان برضو مش المفروض، بس عادي انت ممكن تقول انا من المكان الفلاني من المكان الفلاني. بس في ناس بقى لو من بلد تانية، ومثلا خلينا نقول مثلا انا هو مثلا اصلي مصري مثلا وجيت سمعت حد الانجليزي بتاعه فيه اكسنت من اي بلد، مش عايزه اذكر بلد باسمها، فعشان اساله انا سامعه الاكسنت where are you from، مش ظريفه، بلاش نحط قبلها انا سامعه الاكسنت. هنكفي الفيديو على كده عشان مش عايزه الفيديو يبقى طويل، والفيديو الجاي ان شاء الله ممكن نتكلم عن الحاجات اللي في الشغل، ايه الحاجات اللي في الشغل اللي ما ينفعش نعملها، ولو افتكرت حاجه انا نسيتها في الفيديو ده هقول لكم عليها الفيديو اللي جاي. بحبكم كتير كتير، واشوفكم على خير الفيديو الجاي ان شاء الله. وما تنسوش لو عجبكم الفيديو لايك وشير وسبسكرايب عشان تبقوا جزء من عيلتي الجميلة القمر. باي.